إعادة التونسيين إلى بلادهم. قانون جديد يثير جدلاً في فرنسا. أقرت الحكومة الفرنسية قانوناً جديداً يهدف إلى إعادة التونسيين الذين يقيمون في البلاد لأقل من سنتين إلى وطنهم. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من الهجرة غير الشرعية وتعزيز الأمن الداخلي، لكنها أثارت جدلاً واسعاً في المجتمع الفرنسي، وأثارت مخاوف بين الجاليات التونسية ونشطاء حقوق الإنسان. يتضمن القانون إجراءات سريعة قد تؤدي إلى العودة القسرية للتونسيين، مما يثير قلق الكثيرين حول مصيرهم عند العودة إلى ظروف قد تكون غير مستقرة. العديد من المهاجرين فروا من تونس هرباً من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، ويخشون الآن من فقدان الفرص التي سعى البعض لتحقيقها في فرنسا. هذا القانون يطرح تساؤلات حول كيفية حماية حقوق هؤلاء الأفراد وسط المخاوف من فقدان الأمل في حياة أفضل. في خضم هذا الجدل